السنة الأولانية المواظبة على السحور. سحروا يا جماعة، حتى لو نمت وانت مش قادر بس اصحى خد بق مية. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور ده الوجبة دي فيها بركة، فدام النبي قال اتسحر يبقى اتسحر. فيها بركة في الجسد وفي الروح كمان. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، حتى بق مية حتى. طب أصحى حتى لو أنت ما بتحبش تتسحر وبتاكل قبل ما تنام عشان تصحى الصبح على الفجر يعني، حتى خد بق مية. أما السنة التانية ففي السحور نفسه تأخير السحور. سيدنا زيد بن ثابت بيقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بختكم طبعا، ثم قام إلى الصلاة فقلنا: كم بين السحور والصلاة؟ قال: مقدار قراءة 50 آية. احسب كده ال50 آية بيتقروا في قد إيه، وانت ابقى تسحر قبل الفجر على طول، برضه لو ده مناسب لجدول يومك ونومك وصحيانك كده. ومنها ضمان انك انت تلحق تصلي الفجر، مش تتسحر وتنام فالفجر ممكن يفوت عليك. أما السنة رقم 3 فهي تعجيل الإفطار. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وانت بتعجل الإفطار يعني أول ما المؤذن يقول أهو الهمزة بتاعت الله أكبر، معناها إن المغرب دخل، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. يعني المغرب دخل يا جماعة يلا أذن يا مؤذن، فلو قال الله بس حتى الهمزة بتاعت الله معناها إن الوقت دخل، فبيقول للناس يا ناس افطروا، يا ناس المغرب أذن. فمش لازم تستنى لغاية كل الأذان، أول ما تسمع الله أكبر ابقى عجل بالإفطار. دي من سنن الصيام: ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. السنة اللي بعد كده دعاء الإفطار. في دعوتين. الدعوة الأشهر لما تيجي تفطر تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والدعوة الأقل شهرة حديثها أضعف من الحديث الأولاني: دعوة اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دول دعوتين. السنة اللي بعد كده تفطر على إيه؟ لو تقدر برضه، لو تحب كده، النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى جرعة ماء. تمر أو ماء، وبعض الأحاديث التانية بتقول أو لبن. فكأنك إيه، بص كده إيه المناسب اللي تقدر تستقبله في بطنك أول ما تفطر وتحب. تمر، أو لو ما لقيتش ماء، النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من سنن الصيام إنك تفطر صايم. وانا بقول الكلام ده للناس اللي بتفطر صايم وللامهات اللي بتعمل الاكل في البيت فبتفطر الاسره كلها. قال صلى الله عليه واله وسلم: من فطر صائما فان له مثل اجره لا ينقص من اجر الصائم شيء. يعني ايه؟ يعني انا النهارده انت فطرتني فانت خدت ثوابي بس من غير ما تاخده مني. هنعتبر يعني ان صيام اليوم فيه مليار حسنه واكتر ان شاء الله عند ربنا. فانت خدت المليار بتاعتك وخدت المليار بتاعتي وانا خدتها، فكأنك النهارده صمت يومين. افكرك بحاجه: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنه. فدي من السنن المهمه جدا. ايضا من سنن الصيام الحفاظ على شياكه وادب اللسان. سميها كده: الحفاظ على آداب اللسان. لأن سيدنا النبي وصى على الموضوع ده بالذات، فقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يرفث يعني يقول كلام قلة أدب، كلام إباحي. يفسق يعني يقول كلام فيه شتايم. يجهل يعني يقل أدبه في كلامه ويعتدي وهو بيتكلم مع الناس. ولو حد قوم معاه خناقة فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم، أنا محافظ على قلبي وعلى روحانيتي مع ربنا سبحانه وتعالى. آخر سنتين من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه في الصيام: رقم 1 زيادة الكرم في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصحابة أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فأنت لو كريم بتطلع جنيه يبقى طلع 2، بطلع 10، طلع 100، وكل واحد قدرته. لو أنت كريم في ألفاظك وجميل في احتوائك للناس، خليك أحن وأكرم وأرحم كمان في الأيام المباركة دي. آخر سنة من السنن ال9 الدعاء. الدعاء لما تكون عند حد بيفطرك، دنيا كلها عزايم،
فما تنساش لما حد تتعزم عنده تدعي له بالدعوة النبوية. لما كان حد بيدعوه إلى طعام ويفطر عنده كان يقول له: أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة، من صلاة الملائكة يعني دعاء بالمغفرة، وذكركم الله في من عنده. أكل طعامكم الأبرار، أفطر عندكم الصائمون، صلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. دي 9 سنن وآداب نبوية عند الصيام.